وعاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين. ابتديت الروتين بتاعي وزي ما انتوا شايفين، اول حاجة خالص دخلت على المطبخ، قلت اغسل المواعين بتاعة الفطار دي، كانت مكانها كيك، فغسلت المواعين بسرعة كده عشان النهاردة عندنا يوم مميز وجميل قوي. النهاردة عيد ميلاد هانيا وآسر، وانا هنا كنت بغسل الصينية اللي كان فيها الكيك بس عشان هي ألمونيوم متحطش في غسالة الاطباق، والباقي هرصه كله في غسالة الاطباق. وبعد كده هنروح وكان اليوم ده مامتي وبابايا جم، وكمان محمد موجود فقلنا بقى ايه نعمله حاجه كده يعني ايه في البيت ونفرح فيها هانيا، لان هانيا يعتبر هي الوحيده اللي فاهمه قوي واعيه قوي للعيد ميلاد. آسر لسه صغنون، آسر هيبقى عنده سنه وهانيا هيبقى عندها 6 سنين. وانا برضو عيد ميلادي معاهم، فقلنا ان احنا نحتفل فيه مع بعض. وعلى فكرة يعني حبيت ان انا دايما عشان انتوا عيلتي، وبعد ما انا غبت عليكم فترة طويلة عشان طبعا مشغولة مع هانيا في المدرسة والحاجات دي، انتوا طبعا اكيد عارفين وكل مامي عارفة الدنيا بتبقى ماشية ازاي معاها. فقلت ان انا ايه لما فضيت قلت ان انا اطلع لكم في الفيديو الحلو ده بكل حاجة احنا هنعملها فيها مع بعض. وزي ما انتوا شايفين معايا، انا على فكره من اكتر المنظفات اللي انا بحب دايما انضف بيها ومعتمداها السترس اللي هو بتاع الدهون ده. بصوا ما اقولكوش سحر في تنظيف كل حاجه فعلا، بوتاجازات احواض كل حاجه بصراحه من الحاجات الممتازه في التنظيف. وفي نفس الوقت ملوش ريحه شديده زي الباور. يعني مشكله الباور اللي هو بتاع البوتاجازات ان ريحته بتبقى صعبه جدا جدا جدا، فبالتالي لما انا باجي بستخدمه بيخلي صدري اقعد اكح 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 لحد ما ببقى مش قادره. لكن بصراحه الستريس ميزته ان هو بيبقى ريحته خفيفه وفي نفس الوقت بيبقى حلو وبينظف حلو قوي. يعني زي ما انا قلت لكم الحاجه اللي انا كنتش بحبها في الباور ده اللي هو بتاع تنظيف الدهون ان هو ريحته شديده. قلت بقى اليوم ده كمان بقى ان احنا نقضيها. زبطتهم في الفطار، كنت عامله كيك قبليها بيوم، فاكلنا كيك وعصير برتقال. وبعد كده جبنا في الغدا جبنا بازوكا. وبعد كده بقى كنت كده خلاص خلصت، وبحب ان انا لما اجي بحط الحاجه في غساله الاطباق ان انا اسيب لها مسافه. بحب انا قوي العلب الصغيره دي عشان لو في حاجه بتبقى من البيبي احطها فيها. دي حلوه جدا. انا هنا كان محمد راح خلاص توماس يشتري الحاجه وحابه يصور لكم التورت اللي موجوده والحاجات اللي موجوده، عشان برضو لو حد عايز يشتري الحاجه. على فكره ده من انظف الاماكن اللي انتوا تقدروا تشتروا منه الحلويات بصفه عامه، سواء حلويات شرقيه او التورت او الجاتوهات. هاني هنا طبعا شبطت في حاجه فجاب لها مصاصه على شكل دب يعني، وفي اشكال شوكولاتات مختلفه لو انتوا رايحين عايزين تهدوا حد، في جاتوهات بكل اشكالها وانواعها. الاسعار حلوه جدا. يعني بصوا عارفين اللي هو يتقال فعلا كقيمه مقابل سعر. زي ما انا قلت لكم قبل كده، انا عملت لكم ريفيو عنه لان ده المكان ده انا معتمداه من ساعه لما انا كنت قاعده عند ماما وبعد ما اتجوزت كمان. فده من احسن الاماكن بصراحه اللي انتوا تقدروا تشتروا منها الحاجه، وحلويات شرقيه جاتوهات حاجات زي كده. انا بحب ان انا لما اجرب مكان بحب ان انا دايما اقول لكم عليه. الفرع اللي انا اشتريت منه ده في مدينتي عشان ده اقرب فرع ليا، في فرع كمان في التجمع، في فرع في مدينه نصر اللي هو في شارع نزهه. ده من احسن الاماكن اللي انت تشتروا فيها. هنا كانت خلاص التورته جت، هاني بتحب الفراوله فقلنا بقى نجيب الفراوله. وخليكم بقى معانا لايك وشير سبسكرايب، ومتنسوش دوسوا على الجرس. وانا دلوقتي خلعت السنة. وقولوا لي تحبوا ايه الفيديو الجاي اعمل عنه، حابين روتينات، حابين اعمل فيديو وانا خارجه. قولوا لي اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ويا رب تكون كل حاجه عجباكم، وان شاء الله ابقى اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بينا نشوفوا معايا العيد ميلاد الجميل.